أهلاً بيكم. النهاردة هنبص بصة سريعة ومكثفة على الأفكار الأساسية لواحد من أهم الكتب في عالم المبيعات، وهو كتاب براين تريسي اللي كسر الدنيا، سيكولوجية البيع. طيب عشان ندخل في الموضوع على طول خلونا نبدأ بفكرة، بالصراحة فكرة بتلخص حاجات كتير قوي. قاعدة 80-20. القاعدة دي بتقول إيه بقى؟ بتقول إن 20% بس من مندوبين المبيعات هم اللي بيعملوا 80% من الفلوس كلها. رقم غريب صح؟ طب يا ترى إيه السر ورا الناس دي بالذات؟ وهنا بقى بيجي جوهر الكتاب كله. السر مش في اللي بيعملوه قد ما هو في اللي بيفكروا فيه. براين تريسي بيقول إن النجاح في المبيعات، تخيلوا، 80% منه عبارة عن طريقة تفكير، و20% بس هي الكفاءة والمهارات الفعلية. يعني اللعبة كلها في الأول والآخر لعبة نفسية، لعبة جوه دماغ. تمام، ودي هتبقى خريطة طريقنا في رحلتنا دي. هنبدأ بقاعدة 80-20 وبعدين نتعمق في البرنامج الداخلي اللي بيحرك مندوب المبيعات. بعدها هنتكلم عن التغلب على المخاوف ونفهم عقلية العميل وليه بيشتري، وفي الآخر خالص فن إتمام الصفقة. يلا بينا نبدأ بأول نقطة، قاعدة 80-20. يعني إيه القاعدة دي بالظبط؟ وإيه اللي بيخلي القلة الناجحة دي مختلفة عن الباقي؟ طيب اتفقنا إن العقلية هي 80% من الحكاية، بس ده ما يقللش من أهمية 20% التانية اللي هي المهارات بقى. الناس اللي في القمة دي بتعمل إيه؟ الموضوع بسيط ومنظم. بيحددوا احتياجات العميل من قبل ما يقابلوه، بيحضروا أسئلة ذكية عشان يعرفوا إذا كان العميل ده مناسب ولا لأ، ولما بيترفضوا، وده بيحصل طبعاً، بيتعاملوا مع الموضوع باحترافية، مش بياخدوه بشكل شخصي. ده غير إنهم عندهم أكتر من طريقة يقفلوا بيها البيعة، وبعد ما يبيعوا بيطلبوا ترشيحات لعملاء تانيين، خطوات واضحة ومدروسة. تمام، وده بقى بينقلنا للنقطة التانية والأهم يمكن، جوهر سيكولوجية البيع نفسها. البرنامج الداخلي اللي بيشغلنا أو اللي بنسميه المفهوم الذاتي. بالمفهوم الذاتي ده نقدر نشبهه بالأوبريتنج سيستم، نظام التشغيل بتاع عقلنا. هو ده البرنامج الرئيسي اللي بيتحكم في كل حاجة. فلو النتائج اللي بنحققها مش عجبانا، يبقى المشكلة مش بره، المشكلة في البرنامج نفسه، ولازم نعمله أبديت أو تحديث الأول. طيب البرنامج ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من 3 أجزاء أساسية. أول حاجة الذات المثالية، يعني الصورة اللي نفسنا نوصل لها، الشخص اللي بنطمح نكونه. تاني حاجة الصورة الذاتية، ودي بنشوف بيها نفسنا إزاي دلوقتي في اللحظة دي. وآخر حاجة والأهم هي تقدير الذات، وده إحساسنا تجاه نفسنا، بنحب نفسنا وبنقدرها ولا لأ. ال3 دول مع بعض هم اللي بيحددوا سقف نجاحنا. ومن هنا بقى من البرنامج الداخلي ده بتطلع أكبر العقبات اللي بتواجه أي حد في مجال المبيعات. كلنا بنخاف، لكن الشاطرين بيعرفوا إزاي يتعاملوا مع أكبر نوعين من الخوف. الخوفين دول هم إيه؟ الخوف من الفشل والخوف من الرفض، ودول مشاعر طبيعية جدا، بس الفكرة كلها في إزاي بنبص لهم. يعني بدل ما نشوف الفشل على إنه نهاية العالم، ليه ما نشوفوهوش على إنه تجربة ضرورية عشان نتعلم؟ وبدل ما ناخد الرفض بشكل شخصي ونحس بالإهانة، ليه ما نعتبرهوش مجرد معلومة بتقول إن العرض ده مش مناسب للعميل ده أو محتاج يتعدل؟ أول ما بنغير النظرة دي، الخوف نفسه بيبدأ يفقد سيطرته علينا. طيب لحد دلوقتي كنا بنتكلم عن عالم البياع الداخلي. دلوقتي بقى يلا نعكس الكاميرا ونوجهها ناحية الشخص الأهم في المعادلة كلها، العميل. وهنا لازم نسأل نفسنا سؤال جوهري جداً، هو الناس بتشتري ليه أصلاً؟ إيه اللي بيخليهم يطلعوا فلوس من جيبهم ويدوها لحد؟ لو عرفنا نجاوب على السؤال ده هنبقى مسكنا مفتاح اللعبة كلها. والإجابة ببساطة الصدمة شوية. الناس بتاخد قرارات الشراء بناء على العاطفة، وبعد ما بيشتروا خلاص بيبدأوا يدوروا على أسباب منطقية عشان يبرروا القرار اللي خدوه ده. يعني من الآخر البيع بيحصل في القلب الأول، وبعدين العقل بيلحق يوافق. والعواطف دي بتدور حوالين دافعين أساسيين مفيش غيرهم، دافعين أقوياء جداً. يا إما الرغبة في الحصول على مكسب زي فلوس أكتر، مكانة أعلى، أمان زيادة، أو الخوف من التعرض لخسارة زي خسارة فلوس أو إن المنافسين يسبقوه. وهنا بقى بتيجي شطارة راجل المبيعات المحترف. هو مش بيبيع منتج، هو بيربط المنتج ده بحاجة من الاحتياجات العاطفية الأساسية دي. يعني مثلا هو مش بيبيع بوليصة تأمين على الحياة، هو بيبيع شعور بالأمان للأسرة. مش بيبيع عربية غالية، هو بيبيع إحساس بالتقدير والمكانة. هو بيبيع الحل للمشكلة العاطفية اللي عند العميل. ممتاز، فهمنا العقلية وفهمنا العميل. نيجي بقى للحظة الحاسمة، إزاي نقفل الصفقة؟ الجزء الأخير معانا هو فن إتمام عملية البيع.
وقبل ما نتكلم عن التكنيكات لازم نغير مفهومنا عن إغلاق الصفقة أو الكلوزنج. الموضوع مش ضغط ولا زن ولا ألعاب. المحترف بيشوف اللحظة دي على إنها مجرد مساعدة للعميل إنه ياخد قرار هو أصلاً شايف إنه في مصلحته. هي نهاية طبيعية ومنطقية لحوار كان مفيد للطرفين. أول طريقة وأبسطهم هي الانفيتيشنال كلوز أو إغلاق الدعوة. بعد ما تخلص عرضك وتشرح كل حاجة بتسأل سؤال بسيط ومباشر زي الكلام ده يبدو منطقي؟ تحب نبدأ الإجراءات؟ أنت هنا مش بتضغط، أنت بتعزمه ياخد الخطوة الجاية. الطريقة التانية هي الاسامبتيف كلوز أو الإغلاق الافتراضي، وهنا أنت بتتصرف كأن العميل وافق خلاص، بتنتقل على طول للكلام عن الخطوات اللي بعد كده. مثلا تقول تمام، يبقى الخطوة الجاية إننا ناخد موافقة الإدارة والمنتج هيوصل خلال 3 أيام. الثقة اللي بتتكلم بيها دي ممكن تكون هي نفسها اللي بتشجع العميل المتردد إنه ياخد القرار. والتكنيك الثالث هو الالترناتيف كلوز أو الإغلاق البديل، وده ذكي جدا. بدل ما تسأل العميل هتشتري ولا لأ، بتديله اختيارين أي واحد فيهم معناه إنه موافق يشتري. زي مثلا حضرتك تفضل المنتج ألف ولا المنتج ب، أو الدفع هيكون كاش ولا فيزا. كده بتسهل عليه قرار جدا. وزي ما احنا شايفين لفينا لفتة طويلة ورجعنا تاني لنقطة البداية. كل التكنيكات والاستراتيجيات اللي في الدنيا دي بتبدأ وتنتهي من مكان واحد: العقلية. عالم المبيعات الخارجي اللي بنعيشه هو مجرد مراية بتعكس عالمنا الداخلي وأفكارنا. عشان تسيطر على حرفتك لازم الأول تسيطر على عقلك. وبكده وإحنا بنخلص، الموضوع مش مجرد معلومات، الموضوع كله هو سؤال واحد، سؤال عملي لازم كل واحد يسأله لنفسه: يا ترى إيه أول جزء في برنامج البيع الداخلي الخاص بي اللي هقرر أبدأ أطوره من النهاردة؟